بجد؟ يا لهوي. بص انا يارا يحيى ودي سنغافورة. سنغافور هي أنظف بلد في العالم، ده غير ان هي واخده المركز الاول في مستوى المعيشه. الفيزا بتاخد 8 ايام عمل، وخلوا بالكم ان ممكن تحصل سخيفه شويه في المطار، فلازم يكون معاكم ريتيرن تيكت اللي هي تذكره العوده، ويكون معاكم بروف اوف اكوموديشن اللي هو الاقامه بتاعتكم تكون مطبوعه في ورقه. علشان تحجزوا الطيران والاقامه من مصر لسنغافور ادخلوا على flyin.com، هتحجزوا الطيران والاقامه مع بعض. يونيفرسال ستوديوز، ولكل محبي دريم بارك هتلاقوا هناك رايدز حلوه قوي والعاب حلوه جدا، ولازم تجربوا بتاعه الفراعنه لان دي احلى لعبه في يونيفرسال ستوديوز كلها. ما ينفعش تقارن بديزني لاند، ما ينفعش تقولوا لي ديزني لاند احلى ولا يونيفرسال ستوديوز، لان ده فيها ظلم ليونيفرسال ستوديوز، هي حاجه مختلفه تماما، بس هي تجربه ظريفه جدا وفيها شوارع بتاعه امريكا، وهتاخدوا منك صور حلوه ولعب حلوه، وفي القطر زي قطر الموت كده في دريم بارك ده برضه حلو قوي. الورلد ريكورد المفروض 7 دقايق، انا هحاول اكسره في نص دقيقه. اوكي. على عرب مصر القديمه. اتفرج يا سيدي. بودا توث تمبل ده معبد موجود في وسط البلد، ومشهور قوي علشان يقال ان هو في سنه من سنان بودا، يعني في سنه من سنان بودا محطوطه في المعبد ده، بيقولوا ان هي في الدور الرابع، والسنه دي متحوطه كلها ب 320 كيلو جرام من الذهب، فهو ده اللي مدي المعبد ده الشهره بتاعته. جاردنز باي ذا واي، هي الفكره كلها ان سنغافور قالت احنا بدل ما نكون بلد بجنينه هنبقى بلد جوه جنينه، فقرروا يعملوا جاردنز باي ذا باي، وهي اكبر حديقه مرعبه شفتها في حياتي بجد. فيها حاجات هناك انا كنت حاسه ان انا فيلم سكاي فاي مثلا، الشجر الكبير قوي ده اللي بينور من فوق، وفي كمان ساوند اند لايت بالليل لان الجاردن نفسها تلون وحاجات كده. هي جاردن مبهره جدا، وهو يعني السلوجن اصلا بتاع سنغافور اللي هو كلين اند جرين، اللي هو نظيفه وخضراء، وهي فعلا كلين اند جرين. ميرلين بارك دي فيها احلى فيو لمارينا باي ساند، وفيها تمثال او نافوره، وده المفروض عباره عن الرمز بتاع البلد اللي هو نص اسد ونص سمكه. هو سمكه لان سنغافور كلها كانت قايمه زمان على الصيد، واسد عشان اول امير وصل للولايه بتاعت سنغافور دي قبل ما يبقى اسمها سنغافور قال انا شفت هناك اسد، واسد بالسواحيلي يعني سيمبا، فهو سماها سنغافور يعني ارض الاسد. السكاي بارك ده اوبزرفيشن داك موجود على مارينا باي ساندز، ومارينا باي ساندز تعتبر من المان ميد وندرز، يعني من العجائب اللي من صنع الانسان. هو فعلا فظيع، و3 بيلدينجز كبار ومتوصلين كلهم ببعض فوق بانفينيتي بول. انا فعلا كان نفسي جدا اني اطلع واشوف الانفينيتي بول ده، بس للاسف لازم تكون جاست في الاوتيل علشان تطلع البول ده. هذا هنا ليه؟ ما انا كنت غزيره يا سيدي. بس من الاوبزرفيشن داك في حته كده لو طلعتوا راسكم وبصيتوا هتشوفوا الانفينيتي بول من هناك. ارخص اوضه هنا ب 12000 جنيه يا جدعان، عادي بسيطه. النايت سفاري دي بتفتح كل يوم من الساعة 7:30 بالليل للساعة 12 بالليل، وبتاخدوا زي عربيات كده صغيرة وبتمشوا بالعربيات دي في السفاري دي. المفروض ان انتوا هتشوفوا كمية حيوانات، الحيوانات دي كلها endangered species، يعني ان هي معرضة للانقراض، او في منها اقل من 500 بس في العالم كله.
في ريفر سفاري، فالمفروض ان هم جايبين كل الريفرز اللي في العالم وكاتبين عليهم حاجات، فطبعا اتفاجئنا واتبسطنا وانبهرنا باطول نهر في العالم اللي هو ايه اللي هو نهر النيل طبعا. وده زي ما حضراتكم كلكم شايفين حيوان السلمندر، ويعني احنا جينا مخصوص سنغافورة عشان نشوفه يعني. كلاركي كوي دي منطقة المطاعم والنايت لايف. هو عبارة عن شارع كبير جدا ما فيهوش عربيات، ما فيهوش اي حاجة غير مطاعم وشوية محلات وحاجات لطيفة بالليل بتحصل، سواء حفلات او خروجات، اي حاجة ممكن تروحوا هناك. في كمان بريدج حتى ممكن بس تقعدوا عليه وتشربوا حاجة، تاكلوا ايس كريم من غير ما تدفعوا اي حاجة. وهناك ممكن تاخدوا ريفر كروز لطيفة جدا بتعدي على معالم سنغافورة الأساسية. تشاينا تاون هي من انظف التشاينا تاونز اللي شفتهم في حياتي، فعلا نظيفه ومنظمه. يعني في العادي الواحد عارف ان تشاينا تاون ان هي حاجه فوضى والمحلات ملزقه في بعض وفي زباله مرميه في الشارع وحاجات كده، لا هي مش كده خالص، هي نظيفه جدا ومرتبه جدا. اهم حاجه ان انتم ممكن تجربوها في تشاينا تاون هي اللوكال فود. اشهر اكله هناك او اهم اكله هي البوريدج، ودي بتكون معموله حاجه كده شبه الكشك. هي بصراحه ما عجبتنيش قوي. كشك ده طبعا كشك. هي معموله ممكن تبقى بالفراخ، ممكن تبقى بالجمبري، ممكن تبقى برجلين الفراخ، يعني في انواع كتيره قوي منها. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشوفوا كل الحلقات بتاعتنا، ويلا نزل.